نديم قلب الأسد أو سيد نديم زي ما كلنا عرفناه في أيقونة المسلسلات العربية رأفت الهجان. اسمه الحقيقي كان محمد نسيم، قام بدوره في المسلسل كان الراحل الكبير نبيل الحلفاوي. الراجل ده يا جماعة كان من أشطر رجال المخابرات المصرية وقتها. من خلال مسلسل رأفت الهجان عرفنا إن في ضابط مصري اسمه السيد محمد نديم، والسيد هنا لقب مش اسم زي الأستاذ فلان يعني كده. لكن بشوية بحث عن قلب الأسد اتضح إنه واحد من أقوى ضباط المخابرات اللي حصلوا في تاريخ أي جهاز مخابرات في العالم، لأن كان ليه أدوار مهمة جدا في تحليل وحل ملفات مهمة جدا. وواحد من أهم إنجازاته هو تدريب رفعت الجمال اللي هو رأفت الهجان، اللي اتعرف باسم ديفيد شارلي سمحون، أو الاسم الحقيقي في إسرائيل جاك بيتون. ده حصل طبعا في فترة مهمة من تاريخ الصراع المصري الإسرائيلي. كان في جاسوس متخفي بين الأخبار مهمة جدا لإسرائيل. المشكلة في إيه هي الأخبار؟ المشكلة إن الأخبار دي ما كانتش بتطلع غير من الغرف المغلقة جوه بيت رئيس الجمهورية محمد أنور السادات. احنا هنا قدام شخص قدر يخترق رئاسة الجمهورية بشكل مباشر. مين مصدر المعلومات؟ رئيس الجمهورية بنفسه. تعالى بقى هات كوباية الشاي كده وتعالى لي احكي لك على رواقة. واحد اسمه علي خليل العاطفي، وده كان شغال المدلك الخاص وخبير العلاج الطبيعي للرئيس انور السادات. عيل اتولد وعاش في السيدة زينب، ما حلتوش غير شهادة اعدادية. كان شغال في محل بقالة وبعده اشتغل في صيدلية، وهناك كان بيقابل زباين كتير منهم ناس كبيرة، ناس محتاجة مساعدة في بعض الأمور العلاجية. زي إن مرة طلب منه راجل مسن يساعده في تدليك ركبته، واداله يومها تبس محترم أو زي ما بيسموها الصناعية، اداله دخان حلو يعني. أفندينا ده دخل دماغه قوي شغلانة التدليك دي، وبدأ يمرن نفسه عليها أكتر وأكتر. وكبر علي العاطفي واشتغل مساعد لمدلك أجنبي في المركز بتاعه. وفجأة بتقوم الثورة وبيمشي أجانب كتير من مصر، بما فيهم الأجنبي صاحب مركز العلاج الطبيعي ده. وبيلاقي علي العاطفي نفسه في ثانية صاحب المركز من غير ما يدفع ولا مليم. رقت معاه العملية على الآخر والفلوس كترت في إيده، وبعدها بفترة قدم في معهد تربية رياضية لدراسة العلاج الطبيعي بشكل علمي أكتر. اجتهد وكان شاطر لدرجة إنه كان ضمن بعثة بعتتها الدولة لأمريكا لدراسة العلاج الطبيعي بشكل أكبر، حاجة زي كده منحة علمية. ولما رجع بقى اسمه الدكتور علي، راح الدكتور علي جه. وبالمناسبة هو راح قضاها خمرة وستات ومنفعش بنكلة، بس لما رجع فهم الناس انه اخد الدكتوراه فعلا وضرب شهادة كده خلت بقى عنده زباين من طبقة مختلفة تماما زي رجال المال والسياسة وبعض الفنانين. وبدأ يكون شبكة علاقات قوية جدا ببعض الشخصيات المهمة زي اللواء كمال حسن رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، والمهندس عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولين العرب، بخلاف كابتن عبده صالح الوحش نجم الأهلي وقتها، وغيرهم ناس تانية كتير. بعدها بيبدأ بيشغل منصب مسؤول العلاج الطبيعي للفريق الأول بالنادي الأهلي، ودي كانت ستارة هايلة تدخله ربح أكتر، وده خلاه يعين في مركزه أخصائيين علاج طبيعي حقيقيين بجد. وتقريبا ما بقاش بيروح المركز إلا عشان